صلاح الدين كان بيجهز الجيش بتاعه لسنين طويلة، واللي ساعده على كده كان إنه جمع فلوس من مصر قدر يدرب بيها جنود ويبني أسطول بحري جديد. وكان واحد من أهدافه إن هو يوحد المسلمين تحت راية واحدة رغم الخلافات الكتير اللي موجودة. وفي سنة 1187 حصلت الشرارة اللي كان مستنيها. رينالد ديشاتيون أمير الكرك اللي كان بيسمى بإرناط هاجم قافلة حجاج مسلمين وقتلهم وسرقهم، والفعل ده أدى إن الهدنة اللي بين المسلمين والصليبيين انتهت. صلاح الدين هنا غضب شديد جدا وقال: والله لأقتلن إرناطة بيدي. وقام لغي الهدنة وجمع الجيش تعداده حوالي من 30 ل 40 ألف مقاتل من مصر والشام. والصليبيين في المقابل تحت قيادة الملك غيدي لوزينيان جمعوا جيش كبير جدا برضه، لكن الجيش ما كانش مستقر، كان فيه خلافات داخلية ما بينهم. والناس اللي اتفرجت على فيلم صلاح الدين وبيسألوا الملك بلدون الرابع فين، هو مات قبل ما الأحداث دي تحصل بسنتين، سنة 1185. وبعدين وجوده ما كانش هيعمل فرق، لأن كده كده صلاح الدين كان ناوي يرجع القدس، وهو رجعها فعلا. وأكيد زي ما رجعها احنا هيجي يوم ونرجع القدس زي ما اتاخدت مننا.